يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. يجعل له من كل ضيق مخرجا. كل عام وحضراتكم بخير. بكره الوقفه فلكيا ان شاء الله لحد ما تبان الرؤيه. والحقيقه انا اتفاجئت النهارده بحوده، وانتوا كمان هتتفاجئوا انه خلاص حجز وطالع عمره. ربنا يتقبل يا نجم. يا عم من قبل ما الحلقه تبدا وانت شغال تقول لي عمره اقول لك حج، عمره اقول لك حج. حج يابا، انت الغز والغل من ناحيه حوده مش عاوز يسيبك ابدا. توب بقى يا جدع، توب، ده حوده تاب. يا حوده احنا في شهر رمضان، حج ازاي؟ اللي انت تعملها دي عمره يا زعيم مش حج. وهو بعد بكره يا زميلي مش العيد برضك؟ ايوه بس ده عيد الفطر مش عيد الاضحى يا حوده. يا عم ما كلها اعياد ربنا يا عم، انتوا عايزين تكرهوا الناس في الدين ليه؟ حتى التوبه معصلجينها مع حوده. تحب خلاص اكبر دماغي اقلع حوده؟ اقلع؟ تحب اقلع؟ لا يا عم بس تقلع ايه، ما ينفعش. بس هتعمل ايه في الايات والنصوص اللي بتحدد الزمان والمكان للحج يا جميل؟ في ايام معدودات يا حوده، معدودات. تصدق انتوا حلال فيكوا السيسي؟ حلال فيكوا السيسي حقيقي. الدين يسرى يا عبوده، والزعيم السيسي قال للازهر يظبط الحاجات دي عشان يوسع على الناس وتبقى الدنيا لذيذه وحلوه كده اهو. تقدر تقول لي ايه لازمتها نروح نتكربس كلنا فوق بعضينا في العيد الكبير يا اخو؟ وليه حوده يروح في العيد الصغير يخلص على الرايق كده ويرجع وربنا يتقبل ان شاء الله؟ يا حوده اللي السيسي عاوز يعمله ده حاول فيه قبل كده كام طاغيه على كام ديكتاتور. هو ايه اللي بيضحك يا عم؟ ابدا، كل ما افتكر ان الجيل اللي جاي هيشوف الصوره دي ومكتوب تحتها احد طغاة القرن ال21 اقعد بضحك على حالنا واللي هيقولوه علينا طبعا. المهم دول بقى في منهم اللي حرق كتب التراث فعلا زي ما السيسي عمل كده، وفي منهم اللي قتل وسلط زبانيته على العلماء ورجال الدين زي ما السيسي عمل برضه، وفي الاخر كانت النتيجه ايه؟ هلكوا وانتهت ذكرهم وفضل الدين زي ما هو. اما دين علماء السلطان والله حي اللي عايزين يزرعوه في الناس فده بينتهي وبيزول بزوال سلطانهم طبعا. ايوه يعني اروح احج انا ولا اقلع ولا اعمل ايه؟ حوده عاوز يطمن على فلوسه يا اخو. روح يا حوده اعتمر والزم دينك وكلام اهل العلم، وسيبك من السيسي وشلته من علماء السلطان، مش هينفعوك عند ربك. واهم حاجه اخلص النيه كده واوعى يكون فيها رياء ولا منظره قدام خلق الله. حوده يتمنظر على خلق الله بحاجه بيعملها لوجه الله؟ حوده اسمح لي، انت ما تعرفش حوده يا اخو، حقيقي ما تعرفش حوده ولا تعرف مشاريعه الخيريه اللي في السر. اقول لك ايه انا عن الايتام اللي حوده متكفل بيهم، ولا اكلمك عن الشريات اللي بتطلع لاسر المساكين ولا؟ لا خلاص يا نجم خليها في سرك بقى كده علشان تبقى لوجه الله زي ما انت بتقول. بس ايه الدوشه اللي في الشارع دي؟ هو في افراح في رمضان؟ لا يا عم دي فرقه الدي جي اللي هتوصل الحاج حوده لحد المطار. الحاج لازم يبقى على وضعه برضك ولا ايه؟ رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما